يا اهلا بيك يا صديقي يا عز المشاهدين، جايلك بفيلم من عند الهنديين في مدينة كوتا الهندية، حيث الوحش اللي قدامك ده اسمه ساني بيتمشى وسط الملاهي كأنه جاي يتفسح، لكن عينه يا معلم كانت بتدور على فريسة مش على لعبة. ومن بعيد بيلمح بنت اسمها لاتيكا واقفة تتخانق مع خطيبها مونتي، خناقة من اللي تخليك تقول الخطوبة دي مش هيطلع عليها الصبح. البنت بتسيبه وبتمشي متعصبة، وصاحبنا هنا بيقول الرزق وجه لحد عندي، بيلبس قناع شكله يجيب الضغط ويخش يصطدم بمونتي، بيعمل نفسه غلبان يا حرام، وفي ثانية بيكون ساحل منه الموبايل من غير ما يحس. ده لو داخل مسابقة نشالين ياخد الكاس ويروح. المهم يا صديقي بياخد التليفون وبيطلع على الجراج ويكسر عربية بكل هدوء كأنه بيقشر بطاطس، وبيركبها وبيتصل بلاتيكا من رقم خطيبها، بيقول لها الو يا مدام، مونت عمل حادثة واتنقل المستشفى وساب الموبايل معايا. البنت طبعا قلبها وقع في رجليها لكن لسه شاكة فيه. صاحبنا بقى بيشغل صوت الحنية الكدابة وبيقنعها شوية بشوية لحد ما وافقت تقابله. يا نهار ابيض على الثقة اللي راحت في الراجل الغلط. بيقف قدامها وبيقول لها خطيبك اتخبط بعربية نقل وحالته صعبة وهيموت محروق. البنت خلاص داخلة في انهيار عصبي، وثاني منتهى البرود بيقول لها تعالى اوصلك المستشفى. بتركب معاه، وهنا الفيلم بيقول لك اربط الحزام يا حبيبي علشان اللي جاي مش لطيف. بعد دقايق لاتيكا بتكتشف ان الطريق ده مش طريق مستشفى ولا حتى طريق بقالة. بتقول له يوقف العربية حالا، بيقوم الحيوان يزود السرعة اكتر، بتحاول تفتح الباب وتهرب وهو بيشدها لجوه تاني وبيطلع الكلوروفورم. يا سلام على ابن الهرمة اللي مجهز عدته كأنه داخل امتحان. البنت بتفقد الوعي وصاحبنا بياخدها على عزبة مقطوعة، والصريخ يا صديقي كان بيرد في المكان لحد ما ودنك تقول بس خلاص فهمنا انه مختل. وبعد ساعات بيجي الليل والبوليس والاعلام بيهجموا على المكان كأنهم في افتتاح مول جديد. وهنا بقى يا صديقي بتدخل البطلة بتاعتنا الضبطة شيوفاني روي، ست يا صديقي داخلة بثقة تخوف الشيطان نفسه. الصحفيين عاملين زحمة وهي داخلة تزعق لهم، بتقول لهم ابعدوا يا حبايب امكم، دي جريمة مش حفلة تخرج. وبتعرف ان الحيوان شيكاويت هو اللي مبلغ الاعلام، تقوم مولعة فيه قدام الناس كلها علشان فضح موقع الجريمة. وبعدين بتبدأ تبص على الاثار على الارض وبتقعد تحلل الجريمة كأنها كانت واقفة تتفرج على القاتل وهو بيشتغل. بتقول لهم القاتل قصير وكمان اعرج واستخدم حزام مسنن. شيكاويت بقى عامل فيها المحقق كونان وبيقول لها لا اكيد خطيبها هو اللي قتلها. بتبص له ببرود وبتقول له خطيبها مش اعرج يا عبقري. شيكاويت بعدها بيطلع القرف اللي جواه وبيقعد يهاجم البنت علشان لبسها وعلاقتها، يعني البنت مقتولة وهو لسه بيقيم اخلاقها. شوف انا بتبص له بصة تخليه يشك في مستقبله الوظيفي، وبتقول له ركز في الجريمة وسيبك من شغل خالتك ده. بيروحوا بعدها المشرحة والدكتورة بتشرح ان لاتيكا اتعرضت لتعذيب مرعب، والقاتل كان بيضربها كأنه بيطلع غضبه من العالم كله فيها، عضها وضربها وعمل فيها اللي يخلي الواحد يكره البشرية. ولما بيكشفوا وشها بيطلع حتى عض جزء من خدها. مش عارف ايه مشكلته مع الخدود. واحد من الضباط معدته بتعمل ستوب وبيتقيأ في الركن، وشوفاني عينها بتدمع من المنظر. رئيسها بعدها بيقول لها عايزين الكلب ده بسرعة علشان البلد كلها مقلوبة، وهي بتطلب تشكل فريقها بنفسها علشان واضح ان اللي حواليها نصهم بهايم والنص التاني بيشتغل عند شيكاويت يعني بهايم برضه. وفي نفس الوقت يا صديقي نرجع للوحش ثاني اللي طلع مش مجرد مجنون وخلاص، لا ده شغال سفاح بالايجار كمان. بيقابل سياسي ابن لذينه اسمه بانديتشي. الراجل ده جايب سنة مخصوص علشان يخلص له على صحفي اسمه كمال، مش عارف ايه الاسم الغريب ده، ويخلي موته شكله حادث عادي. يعني سياسة محترم جدا جدا لدرجة السجن هيغير اسمه عشانه. رجالة بانديتشي بيشك في ثاني، لكن صاحبك ولا على باله، كل تركيزه كان على التلفزيون. لما شيوفاني طلعت في مؤتمر صحفي بتقول قدام الناس كلها انها هتمسك الحقير ده وتعلقه من ودانه، هنا عين ثاني بتتملى غضب وتقول لك لا ده احنا لقينا اللعبة الحلوة. وفجأة شيوفاني بيجي لها صندوق غريب وبتفتحه بتلاقي فيه حاجات مرعبة من القاتل كأنه بيقول لها انا جنبك يا حلوة. بتقوم تجري تدور عليه لكن مفيش حد شاف حاجة، بينما ابن المجنونة قاعد على كشك شاي قريب بيتفرج عليها وهو بياكل بكل هدوء كأنه بيتابع ماتش. وبيبدأ بقى يراقبها في كل مكان، بيشوفها وهي بتنظم الشارع وبتزعق لسياسي مخالف وبتمسك شوية سرسجية كانوا بيعكسوا البنات. وسامي قاعد بيقول الست لازم تسمع الكلام وما تمشيش قدام الراجل. يا سلام على الفكر اللي جاي من العصر الحجري. الموضوع بيوصل انه بتسلي لبيتها متخفف شغلانه وبيدخل اوضتها وبيقعد على سريرها، ولما بترجع بتلاقي المرايه متبهدله بالروج والفستان والجزمه اختفوا. الراجل ده ناقص يطلع لها من الدولاب ويقول لها مساء الخير. وفي النص بانديتش بيكلمه وبيقول له بطل مراقبه الضبطه وركز في المهمه. ساني بيرد عليه بمنتهى الاستفزاز وبيقول له جهز العربيه واستنى لما اخلص شغلي وبطل تبعت لي العيال التعبانه دي. تخيل سفاح مأجور وبيتعامل بثقه المدير التنفيذي. وبعدها بيروح يجيب ولد صغير شغال على كشك شاي اسمه بروفين وبيقول له تعالى اشتغل معايا وهديك فلوس عمرك ما حلمت بيها. والواد طبعا وافق اسرع من واحد لا واي فاي مفتوح. وبعد شويه يا صديقي الوحش اللي اسمه ساني بيقرر ينفذ المهمه الجديده بطريقه لو الشيطان شافها هيقول له اهدى
علينا شويه بيروح متنكر في لبس ستات، لابس الفستان اللي سرق من اوضه شيوفاني، حتى هدوم الضبط لبسها علشان يعمل الجريمه، ويمشي يتمايل قدام الصحفي كمال وبيعمل نفسه تعبان وغلبان وعايز كوبايه ميه. كمال الطيب الغلبان بيدخل البيت بمنتهى حسن النيه، وفي نفس الوقت بروفين بتاع الشاي بيكون شاغل مراته ابا بره علشان محدش يبوظ الخطه. وساعتها ساني بيقلب من واحد عامل نفسه ست تعبانه لوحش كاسر بيهجم على كمال، بيوقعه على الارض وبيكتفه بسرعه، تقول ده متدرب مع فرقه خاصه مش مجنون. وبعدين بيخليه يكلم مراته وبيقول لها انا في خطر، اسمعي كلام الولد اللي معاكي وما تساليش ليه. بعدها يا صديقي بيجبره يسجل فيديو بيقول فيه انه قتل مراته علشان خانته وانه هينتحر. وفي نفس اللحظه بروفين بيوصل ابا العربيه مركونه في حته مقطوعه، اول ما بتضل العربيه بوم بتتحول لكباب مشوي. الولد نفسه اتخض وقال ايه اللي انا دخلت نفسي فيه. اما ساني بقى بيكون مكمل مهمته وخانق كمال بايده لحد ما خلص عليه وعلقه كانه انتحر بجد. تاني يوم البوليس بيكتشف الجثه والفيديو، وشوفاني بتوصل للمكان. اول ما بتشوف الفستان بتقول لهم لا يا حبايب امكم دي مش قضيه انتحار، ده نفس الفستان اللي اتسرق من بيتي، يعني القاتل ابن الهرمه بيبعت لي رسائل مخصوص. بيرجعوا الاسم وشوفاني بتبدا تشرح لفريقها ان جريمه لاتيكا وكمال ومراته مربوطين ببعض. وهنا بيدخل عليهم ساني بنفسه متنكر في دور بتاع الشاي الجديد بدل بروفين، عامل نفسه اخرس. يا سلام على التمثيل. وشوفاني بتقعد تكلمه بلغه الاشاره وهو واقف يسمع كل حرف بيتقال. وفي النص شيكاويت بيقعد يهاجم شوفاني وبيغلط فيها من وراها، وساني بيقف بيقول في نفسه ده في بينكم خناقه قديمه، والوحش ده بيجمع معلومات اكتر من البوليس نفسه. بعدها شوفاني بتبدا تدور على ادله في مكان جريمه لاتيكا ومكان انفجار العربيه، ولان الطريق جنب عشوائيات بتروح تسال الناس هناك. عيل صغير اسمه لهانه بيقول لها انه شاف ولد واقف جنب العربيه قبل الانفجار بيوم. هنا شوفاني عينيها بتلمع وبتقول اخيرا لقينا طرف الخيط. بتطلب رسام اثار يجي القسم بسرعه علشان الطفل يوصف الشخص. وفي نفس الوقت سامي بيكون مستخبي ورا الرف في مكتبها وبيسمع كل حاجه، بتوقع منه كوبايه بالغلط وبيقوم يمثل بسرعه وبيقول للعساكر اصل فلان بعتنا انضف، ده لو دخل مسابقه التمثيل ياخد الاوسكار ويقفل الباب وراه. وبعدين شيوفاني بتكتشف حاجه مهمه، القاتل بيكون عنده ربو علشان لقيت بخاخه وقعت منه، يعني المختل ده حتى نفسه بيخونه. رسام الاثار بيوصل والطفل بيقعد يشرح الملامح، لكن ساني بيكون سابهم وخلط ضوء في اللبن بتاع لهانه. يعني يا صديقي مش ساب حد يعيش، الولد بيشرب اللبن وبعد 5 دقايق بطنه بتقول له احنا هننفجر. بيجري على الحمام ومع عسكري، لكن مين مستنيه جوه؟ الوحش شخصيا. ساني بيهجم عليه وبيخنقه بمنتهى البرود، والعسكري بره بيخبط على الباب وبيقول له يا ابني انت غرقت ولا ايه؟ وفي ثواني ساني بيحشر الجثه في شوال وبيكسر الشباك وبينط بره قبل ما العسكري يقتحم الحمام. بيرمي الشوال على كومه رمل وبيستخبى، والعسكري بيجري ينده الباقيين، وساني بيطلع من مخباه بكل هدوء كانه رايح يجيب سندوتش فول. شيوفاني بتوصل بعدها وبتملى العساكر صريخ بسبب المصيبه اللي حصلت. وبعد تدوير بيلاقوا الجثه مرميه قريب جدا، يعني القاتل كان بيلعب بيهم استغمايه وهم ولا على بالهم. وبالليل يا صديقي ساني بيشيل الشوال وبيروح يرمي الجثه جنب سكه القطر، وبعدها بيقعد في كافيه بمنتهى الهدوء وبيتصل بشيكاويت بيقول له شاهد شيوفان الرئيسي مات وهو تحت حمايه الاسم، وبيقعد يسخنه بالكلام بيقول له دي فرصتك دلوقتي بهدل سمعتها قدام الكل. شيكاويت طبعا ما صدق لها فرصه يشمت فيها. اما ساني بعد المكالمه بيقعد يصور بنت من بعيد من غير ما تحس، لكن ربنا حب يفكره ان مش كل يوم تسلم الجره. البنت مسكته متلبس قدام الناس كلها وبتفضحه في الشارع، وصاحبنا اللي كان راعي البلده من شويه بيقف متبهدل زي عيل صغير اتقفش بيسرق شيبسي من السوبر ماركت. وهنا يا صديقي ابن الذين شيكاويت بيلاقي الفرصه اللي مستنيها من سنين، بيروح يجري على الصحفيين وبيقول لهم الطفل الشاهد مات جوه محضر البوليس. والاعلام يا معلم بيولع في ثانيتين، العناوين بقت عباره عن الضبطه الفاشله وشاهد القضيه مات تحت حمايتها. يا سلام على الشماته اللي كانت طالعه من عينيه. شيوفاني بتوصل الاسم علشان تشوف الجثه، بتلاقي الصحفيين هاجمين عليها كانها هي اللي قتلت الواد بايديها. وبعدها بتشوف اهل لها منهارين على ابنهم والام بتعيط بطريقه تكسر الحجر. هنا شيوفاني بتتصدم فعلا وبتحس ان القاتل كل شويه بيسبقها بخطوه، وفجاه رئيسها بيكلمها وبيقول لها جهزي نفسك يا حضره الضبطه انت اتنقلتي بسبب الفضايح اللي ماليه البلد. بترجع الاسم وكل فريق مستني يسمع قرارها، بتبص لهم بمنتهى الثبات وبتقول لهم عندنا يومين بس قبل ما يجيبوا ضابط جديد، ولو ما جبناش ابن الهرمه ده هيفلت مننا. الفريق كله بيقف وراها وبيقول لها احنا معاكي للاخر. بتبدا بقى اللعبه الحقيقيه يا صديقي، بتكلف عسكري يتتبع البخاخه اللي القاتل كان بيستخدمها، وبعدها بترجع لجريمه كمال وبتحاول تعرف من وراه. واحد من الضباط بيقول لها كمال كان صحفي تقيل وعدواته اكتر من شعر راسه، لكنها بتقول لا القاتل ده اكيد ده حد بيغطيه. الوقت بيجري يا صديقي وزمايلها بينصحوها تروح لشيكاويت علشان عندها شبكه مخبرين في كل حته، وهي بالرغم ان نفسها بتتسد منه بتروح له وتحط كرامتها على جنب وبتقول له بص يا عم العبقري ساعدني والقضيه دي
نجاح هيتحسب ليك انت كمان. شيكاويت طبعا بينفش ريشه وبيحس انه باتمان الاسم، وبيديها خيط يوصلها المخبر شغال جواهرجي، وبالليل بتروح هي والعساكر يقابلوه. الراجل اول ما بيشوفهم بيقول لهم مفيش معلومه ببلاش يا حلوين، لكن شوفاني بتكون مذاكره الدرس بتعرفه ان الشحنه بتاعته واقفه في الجمارك بسبب ورق ناقص. بتتصل بشخصيه كبيره وبتحللها في دقايق. الراجل بيستلم التاكيد وبيبص لها وبيقول لها والله انت ست جدع، وهنا بيفجر القنبله وبيقول لها اللي ورا قتل كمال سياسي اسمه بنويل، ولو عايزه توصل للحقيقه امسكي دراعه اليمين كنوار. وفعلا يا صديقي البوليس بيروح يخطف كنوار من قدام بيته جره زي الخروف، وبيبداوا حفله التعذيب الهندي البلدي، بيعلقوه من رجليه وبيحطوه في الميه وبيضربوه بالعصي لحد ما الراجل بيقول لهم خلاص يا جماعه هقول حتى على اسم امه، وبيعترف ان السفاح اسمه ساني، وكمان بيعرفهم المكان اللي مستخبي فيه. البوليس بيجري على العماره اللي قاعد فيها، بيدخلوا يفتشوا كل اوضه وكل ركن، لكن المفاجاه ساني اختفى. بدل ما يلاقوه بيلاقوا المكان عامل زي بيت الرعب، كلام مرعب على الحيطان ورسومات تخليك تنام، فاتح النور اسبوع. وشوفان وهي بتلف بتلاقي البنت اللي فضحته قبل كده مرميه هناك متبهدله وبين الحياه والموت. ابن المجنونه اللي بيحرجه في الشارع بينتقم منه، وفي نفس الوقت ساني بيكون هرب بعد ما بانديتشي حذره وقال له اختفي كام يوم لحد ما الدنيا تهدى. لكن شوفاني بتكتشف حاجه مهمه جدا، البخاخه اللي بيستخدمها اشتراها من صيدليه والد لاتيكا نفسه، يعني الحقير ده كان راجع يدور حوالين ضحيته حتى بعد موتها. وهنا بقى الوحش بيعمل خطه شيطانيه جديده، واحد متسول بيشوف شيوفاني طلع بالعربيه وبيبلغ ساني بمكانها، بيقوم المجنون يخبط دماغه في الحيطه ويجرح نفسه ويرمي جسمه في نص الطريق قدام عربيتها. شيوفاني بتشوفه وبتقف بسرعه، طبعا قلبها لسه فيه رحمه، فبتقوم تدخله العربيه وبتحاول تساعده، وهي سايبه بتقول له اوعى تنام، لكن ابن الهرمه بيطلع الحزام بتاعه فجاه وبيلف على رقبتها. الا ان شيوفاني رد فعلها كان اسرع من الانترنت. في ليله الامتحان بتمسك الحزام وبتبدا خناقه جوه العربيه بتلف يمين وشمال وراس ساني بتخبط في الازاز، وهي بالعافيه بتتفادى عربيه نقل كانت هتبعتهم للعالم الاخر. بتدوس فرامل مره واحده وساني بيتطوح لقدام، بتنزل تسحبه من العربيه وبتبدا تديله علقه تاريخيه. وهنا بتكشف له يا صديقي انها عرفت انه القاتل من اول ما شافت الحزام المميز بتاعه، يعني كان فاكر نفسه ذكي طلع لابس دليل الجريمه على وسطه الاهبل. تطلع تكلم زمايلها بتقول لهم قبضت عليه، لكن في ثانيه ساني بيغرز قلم في فخدها، حتى القلم قلبه سلاح. شيوفاني بتتوجع وهو بيستغل اللحظه وبيجري، بتقوم تطرد على الكوبري وهو من غير تفكير بينط في الميه. وهنا بقى الست دي تطلع مجنونه زيه وبتنط وراه على طول. الاتنين بيتخانقوا تحت الميه خناقه تخليك تنسى تتنفس معاهم. وشيوفاني فعلا كانت ماسكه فيه ومتفوقه عليه بخبرتها، لكن في حركه قذره بيضغط على الجرح اللي في فخدها فبتفلت منه بالعافيه، وساني بياخدها سباحه وبيهرب من قدامها في اخر لحظه، والضبطه بتطلع من الميه منهاره وهي مستوعبه ان الوحش ده لسه حر. وتاني يوم يا صديقي شيوفاني بتكون قاعده بتاخد علاج لفخدها بعد الخازوق اللي ابن الذين غرسوا فيها بالقلم. العساكر بيدخلوا عليها وبيقولوا لها عندنا خبر حلو وخبر اوحش منه. الحلو ان ساني اتنقض عليه صياد بعد ما وقع في الميه، والوحش بقى فاق وهرب من الكوخ كانه سمكه زلت من الشبكه. وبعدين بيوروها فيديو قديم متصور قبل ما تلاتيكا. الفيديو فيه ساني بيتخانق معاها عند الاتوبيس وهي بتبعده عنها. شيوفاني اول ما بتشوفه بتقول اهو يا اولاد الكلب اخيرا معانا، وشه واضح وبتدي امر ينشروا صورته وفيديوهاته في كل المدينه. وفعلا خلال ساعات وش ساني بيبقى في كل حته، الشاشات والمحلات والموبايلات، حتى العيال الصغيره بقت حافظه شكله اكتر من مدرس الرياضيات. وشيوفاني بتطلع رساله للناس تقول لهم اللي يشوف الحيوان ده يبلغ فورا. اما ساني بقى يا سلام على الحربايه، بيتنكر في لبس ست وبيأجر مكان بيقعد فيه بمنتهى الهدوء، ده لو داخل مسابقه تنكر يضحك على امه نفسها. وفي النص بانديتش بيكلمه بيقول له انت مجنون يا ابني، بيقول له انا مش مجنون يا حاج، انا كنت مشغلك سفاح محترم تطلع بتخطف بنات مدارس، وبيهدده ان لو اتصل تاني هيدفنه. لكن ساني ولا كأن حاجه حصلت، بالعكس الكلمه دخلت دماغه وقال له طب هوريك السفاح المحترم ده. يقوم يتتبع حفيد بانديتش في الشارع وبيسرق موبايله بمنتهى النعومه، وبعدها بيتصل بحفيدته بريانكا وبيقول لها اخوك عمل حادثه كبيره. البنت طبعا بتتوتر وتدي له مكانها، بيروح لها ورجع لها الموبايل بمنتهى الادب الكذاب وبيعرض يوصلها. ابن الذين الخطف عنده بخدمه في اي بي. وبعد ساعه بانديتش بيستلم صوره لحفيدته مربوطه جنب قنبله. هنا الراجل حس ان ضغطه جاب اخره، وسنة قاعد في بلكونه بيتفرج على مسرحيه بمنتهى السعاده. بانديتش بيكلمه وبيهدده وبيتوعده، لكن سنة بيقول له لا يابا انا عايز حاجه بسيطه، خلي شيوفاني تطلع تعتذر لي قدام الناس علشان جرحت مشاعري الرقيقه. شيكاوت بيكلم بانديتش وبيقول له سيبها عليا هخليها تعتذر، وهي بتقول حاضر يا بيه. لكن شيوفاني بتفاجئهم كلهم وبتقول لهم حتى لو اعتذرت الحيوان ده هيأذي البنت، بدل الهبل ده ركزوا في مكانه. وبتبدا هي وفريقها يقلبوا كاميرات المراقبه، بيقعدوا يتبعوا تحركاته لحد ما بيحددوا اخر مكان ظهر فيه. موقع صناعي مهجور شكله يخوف اكتر من مستقبل شيكاويت المهني. البوليس بيهجم على المكان ومعاهم فرقه شيكاويت اللي داخله كانها رايحه تصور اعلان. اول ما بيدخلوا
بيدخلوا بيلاقي الحارس مقتول. شيوفاني بتقول لهم انتشروا ودوروا على البنت بسرعه، الوقت بيخلص يا صديقي. وبانديتشي بيجي بشنطه فلوس وبيقول له شيوفاني عايزه كام بس خلينا ننقذ البنت. حتى بيعرض عليها يلغي نقلها من الاسم، لكن الست دي ناشفه بشكل مرعب بتقول له شيل فلوسك وسيبنا نشتغل. وشيكاويت كمان بيروح يتوسل لها بيقول لها خلاص اعتذري له وانقذ البنت، لكنها بتطنش الاتنين وبتفضل تفكر. وفجاه عينيها بتلمع وبتقول استنوا، ساني بيحب الاستعراض يعني مستحيل يخبيها في مكان مستخبي، اكيد حاططها قدام عينينا. وفعلا قبل الوقت بثواني بيلاقوا عربيه نقل مركونه وفيها بريانكا مربوطه جنب قنبله. البوليس بيجري يسحبوها في اخر اللحظه قبل ما العربيه تنفجر بثواني. يا نهار ابيض على اللحظه اللي كانت ناقصه تكه وتبقى شاورمه بني ادمين. وفي نفس الوقت ساني بيكلم بنويل السياسي اللي دخل الانتخابات بيقول له اسمعني يا بيه، انا عايز اخلص مهمه اخيره وانت تحميني من البوليس. وبنويل بيقول له قدامي مشكلتين، الصحفي كمال والسياسيه سوانيندا، يعني الناس دي عندها قائمه اغتيالات مش برنامج انتخابي. خبر خطف برينكا بيقول على البلد كلها. وصحفي اسمه اميد بيطلع على التلفزيون وبيهاجم شيوفاني وبيقول اهدي اخرت لما ست تمسك قضيه كبيره. رئيسها بعدها بيستدعيها وبيقول لها سيب القضيه وخلاص كفايه فضايح. لكن هنا شيوفاني بتعمل اقوى مشهد في الفيلم كله، بتطلع تتكلم عن الستات والمعامله الزباله اللي بيشوفوها كل يوم. بتقول ان الست بتشتغل وبتتعب وبتتلم برضه مهما عملت. الكلام بينتشر في البلد كلها يا صديقي، ستات كتير بيقعدوا يتفرجوا عليها بعيون مليانه دموع وفخر. حتى شيكاويت نفسه كان بيتفرج مع بنته وساكت خالص كأن الكلام خبطه بالقلم. وبعد البرنامج سامي بيكلمها بنفسه، لكن بدل التهديد المره دي بيقول لها برافو، بيقول لها كلامك عجبني جدا، يا سلام على المختل اللي بيشجع الناس قبل ما يخطفهم. وبعدين بيرمي قنبله وبيقول لها انا ناوي اخطف ست قويه تانية زيك بالظبط. شيوفان على طول بتجمع الفريق وبتقعد تخمي مين الهدف الجديد، وكل واحد بيرمي اسم من دماغه. وفجاه شيكاويت بيدخل عليهم بيقول لهم لا يا عباقره، الهدف الجاي هيكون سونيندا السياسيه اللي هتاخد تذكره الانتخابات بدل بينويل. وشيوفاني اول ما بتسمع الاسم بتستوعب اللعبه كلها، لان بنويل فعلا كان مستخدم سنه قبل كده في قتل كمال، يعني الكثره السياسيه داخله في الموضوع من راسها لحد رجليها. والليله اللي بعدها صديقي احتفالات الديوالي مولعه في كل مكان. في وسط كل ده سونيندا بتروح للمعبد وهي فاكره الدنيا امان، بس يا حبيبي الوحش ساني كان قاعد هناك مستنيها كانه جاي بدعوه رسميه للخراب. شيوفاني بتحس ان في حاجه غلط فبترن على حارسها بتقول له خليك فاكر اي حركه غريبه. الحارس بيرد عليها وبيقول لها انه شاف عربيه شبه عربيه ساني من شويه. هنا شيوفاني دماغها بتولع، يبقى كده بدا اللعب الصح. على طول بتبلغ ضابط المنطقه وفي ثواني عربيه مطابقه بتتشاف عند نقطه التفتيش. البوليس بيقف قدامها لكن العربيه بتعمل فيلم اكشن لوحدها وبتخترق الحواجز وبتهرب. المطارده بتبدا عربيات بوليس صريخ صفارات كانهم في لعبه جاتا على الحقيقه، بس بعد شويه المفاجاه بتضربهم في وشهم، العربيه فاضيه. ساني بعت واحد تاني بالفلوس وخلى البوليس يلف في دايره وهميه. ابن اللذينه حتى الخدع عنده بريميوم. شيوفاني بتبدا تركب الصوره، الراجل ده مش بيجري زي باقي البشر، ده بيتفادى المطاردات الطويله بسبب رابو، يعني بيلعبها اختفاء مش جري. على طول بتقسم فريقها، جزء يدور على الخيوط وهي بترجع للمعبد بنفسها. وفي نفس الوقت ساني بيعمل اللي هو شاطر فيه، الفوضى، بيهجم على سونيندا في بيت ناس عاديين وبيخطف بنت منهم كمان وبيقلب المكان تهديدات وصريخ، لو حد اتحرك البنت هتموت. الجو بيبقى مرعب حرفيا. شيوفاني بتلف حوالين المعبد وسط زحمه الديوالي وفجاه بتشوف بيت شكله غريب ساكت زيادة عن اللزوم كانه بيخبي مصيبه. بيسأل الزوجين اللي هناك، هما بيقولوا مفيش حاجه، بس كل كلمه بتزود الشك بدل ما بتهديه. فجاه بتكتشف ان موبايلها فصل فبتطلب تستخدم تليفون ارضي، هما بيرفضوا، وده كان كفايه يخليها تقول يبقى تمام في حاجه مستخبيه هنا. تدخل غصب عنهم والناس بتصرخ تحذرها تمشي، لكنها دلوقتي متاكده ان ساني هنا. وفعلا بتطلع فوق وتلاقيه سابقها، ضربه واحده منه والشوفان بتقع في العتمه. بعد لحظات تصحى مربوطه وقدامها ساني بيضغط على سونيندا وبيكسرها نفسيا وجسديا. لكن شيوفاني بدل ما بتخاف بتبدا تلعب لعبتها، هي بتكلمه وبتستفزه وبتفتح له باب الماضي، بتقول له الحقيقه اللي تقلب دماغه، انها قابلت ابوه في السجن وانه كان قاتل مجنون قتل مراته، وان امه حاولت تهرب وهو نفسه اللي دل ابوه عليها. اللحظه دي بتكسر حاجه جواه، ساني بينفجر غضب وبينهال عليها ضرب واحد ورا التاني لحد ما بينهار هو نفسه من الهستيريا وبيستخدم بخاخه الربو بسرعه. شيوفاني بتستغل اللحظه وبتلمح سطل ابويا قريب وبتشاور للرهائن من غير ما حد يحس. كلام بيفضل يطير في المكان وهي بتلهم ماضيه، بتحاول تفك عقدته النفسيه وهو بيغرف غضبه اكتر. لكن لما بيصرخ ان امه كانت جحده الدنيا بتتقلب والرهان بيتحركوا والسطل بيتقلب. البويه بتطلع فوق وشه، نظره بيتلخبط ورجليه بتتقل. سوناندا بتفك نفسها بسرعه والبيت بيتحول فجاه لساحه انتقام. شيوفاني بتفلت وتكب على الارض وبتبدا تضربه بعنف حقيقي لاول مره. غضب مكبوت سنين بيطلع مره واحده، الجيران بيتجمعوا وسوناندا والرهائن بيشاركوا في الضرب، واحد يضرب وواحد يصرخ وواحد بيرمى حاجه، وساني لاول مره بيبقى هو الفريسه. لكن وسط كل ده شيوفاني بتقع على الارض منهكه، مش بس من الجروح لكن من فكره
كل الناس اللي ما قدرتش توصل لهم العدالة، والمطاردة المجنونة دي بتنتهي خيرا عند ثاني. وبكده يكون خلص فيلمنا يا صديقي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في مختصر فيلم جديد. سلام.